صباح الخير أعزائي المستمعين. أهو بصوا بقى لما النور بيطلع، ما النهار بيطلع قصدي، شفتوا؟ أهو ده اللي أنا بقول لكم عليه. بصوا الأوضة بتبقى عاملة ازاي، منورة. العيال بتنام هنا أصلا، كده كده هما بيصحوا بدري فعادي. بس عندي كلمتين، بس كلمتين مهمين جدا جدا. ممكن أعرف إيه الفكرة إن الواحد يصحى الساعة 7 الصبح عشان يروح درس؟ ممكن يعني ده حتى الكلاب قاعدة اهي، اوريكم الكلاب قاعدة ازاي. ايه الفكرة ان انا اصحى 7 الصبح؟ يا عم افتح بقى على ابو شكلك كده. اهو بص الكلاب، بصوا الدنيا عاملة ازاي. مفيش حرامي معدي في الشارع. ايه الفكرة ان احنا نصحى 7 الصبح نروح درس؟ هو احنا لو رحنا الساعة 12 الظهر يا جماعة الناس هتاكل وشنا مثلا؟ عادي الازاز متوسع. يعني احنا لو رحنا الساعة 1 الظهر الناس هتاكل وشنا؟ فالعيال كانوا بتتفرج على الكرتون وانا مستنيه. الناس المفروض هتاكل وشنا لو احنا رحنا بدري، ايه يعني الظهرية مثلا، ما نصحاش من صباحية ربنا. إيه العذاب ده؟ احنا السنة لسه طويلة، احنا لسه السنة طويلة يعني. يا ريت نبقى لطاف وظراف مع بعضينا، يا ريت يعني. طبعا دي المجزرة بتاعت كل يوم. عادي عادي. بالليل كان متروق. معرفش، احنا تقريبا بعد ما بننام تقريبا في حد بيجي يقعد في الصالة او بيجي يقعد في البيت يعني. نوعا ما يعني. آه حلو حلو. خلونا نكمل بقى يومنا مع بعض، لان يومنا النهاردة طويل طويل. عندنا 3 دروس النهاردة، 3 دروس. يعني انا دماغي دي خلاص ضربت خلاص. خليكم معايا نشوف هنعمل ايه في باقي اليوم. هلو بالجاتو. بصوا بقى، رجعت لكم وايه معايا كيلو بانيه من ابو 180 جنيه. النبي حلوه ده، مطلع اغنيه ده. البانيه ده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل شاورما. هنعمل شاورما ايه؟ زي بتاعت بره بالظبط. والله العظيم ما تفرق حاجه. اللي اروح اجيب لي سندوتش ب50 جنيه وما بيكفينيش اصلا. ده انا عايزه لي 3 4 سندوتشات، ما بيكفينيش، لا انا ولا العيال. انت هتجيبي كيلو البانيه وشوفوا هنعمل ايه. خليكوا بقى معايا. بصوا بقى انا قطعتها كده، ده انا اجالي شلل في رجلي على ما وقفت اقطع الكيلو كده حتت صغيره. اقسم بالله اتشليت عشان اقطع، عشان شويه شاورما. ده ايه وجع القلب ده؟ شاورما ايه وبتاع ايه؟ انا مش عارفه. محدش يسمع كلامي، محدش يسمع حاجة بقولها. يا بتطلع فاشلة يا بتتعب البني آدم نفسه. متسمعوش كلامي في حاجة خالص. وطلعت دول بقى لابو السيد بقى. بصوا انا بحب انضف بقى الفراخ والبانيه كده، اي جلده اي شغته اي حاجه هاخدهم عشان اديهم لابو السيد بره. تعالوا بينا كده نطلع مع بعض جينا، مع بعض جينا بسرعه بسرعه. استنى اما نفتح الباب يا رب نلاقيه. وسيدو سيدو. يا كلب يا حيوان بقى يمشي من غير ما يقول لي. انا هرميهم له هنا اهو، هو هيطلع ياكلهم دلوقتي. خش يا كوكو. سيدو مش قاعد، سيدو مش قاعد. خش خش يا معلم كوكو خش. بصوا بقى، انا طلبت من جوزي يجيب لي كيس شاورما سوري، خلطه الشاورما السوري عشان احطها على الشاورما. المهم غاب غيبته وقام راجع لي بالكيسه اللي مليانه ايه، بهارات دي وخلطات وتوابل، اشي خلطه كفته وشي حواوشي وبرجر وكبده واللازم منه. لا وحاطط لي الفاتوره معاه، يعني حاطط لي البتاع بتاع الحاجات دي. يعني يكونش هيتجوز عليا جايب لي الكياس دي كلها؟ يعني بيملى عيني او بيلهيني مثلا؟ مش عارفه. قلت له كيس خلطه شاورما سوري، جايب لي كل الخلطات دي ليه يا راجل؟ مش مرتاحه لك انا بصراحه. المهم خلطه البشاميل والمشويات والمقليات، عايزه اقول لكم كل ده كلام فاضي. انا ما اعرفش اصلا. أنا قلت له هات لي كيس شاورما سوري، جايب لي ده كله ليه؟ مش انا مش مرتاحه له. ما علينا. يلا اهو ايه، جاب لي حاجات هتريحني. الحاجات دي انا بعملها في البيت اصلا، بس بتاع البشاميل ده بصراحه خطير. بصوا بهارات اللحمه بتاع باب الشام ده جميل.
اصلا احنا جايبينه عشان المعلقه، انا مش جايبينه علشان خاطر البهارات ولا نيله، عشان المعلقه. انا بقى انا بجيب الحاجه عشان العرض اللي معاها مش عشان الحاجه نفسها. فجايبينه بقى عشان المعلقه، ما اكذبش عليكم. بصي سيبكم من ده كله، احلى حاجه فيه البشاميل. البشاميل طبعا حلو وجميل، احنا بنعمله حلو وجميل، بس كيس الخلطه ده بيفرق قوي. بصوا هنا كاتب لي عزيزي العميل لا يقبل المرتجع الا بالبن. يعني ايه لا يقبل المرتجع الا بالبن؟ يعني انا لو عايزه ارجع اروح المحل واوري له البن دوت بتاع الاسعار عشان ارجع عنده؟ مش فاهمه بصراحه. فمش مشكله هرجع عنده عادي. جبت بقى هنا الشاورما، ماشي، وجبت علبه زبادي هحطها عليها على حسب الكميه. يعني ايه؟ لو كميه كبيره تحطي علبه زبادي من الكبيره، ماشي. وتروحي جايبه ايه، كانش هو بقى لسه جاب لي كيس خلطه الشاورما السوري، فجاب لي شطه، وقلت يلا يا بنتي اقضي الغرض. فضيت كيسين وجبت ليمونتين عصرتهم مع الزبادي، وهحط خل، وهنحط بابريكا، وهنحط اسمها ايه، وهنحط والنبي نسيت فلفل اسمر وجنزبيل وقرفه، شويه قرفه صغيرين، وبابريكا وكاري واسمه ايه ده، في حاجه تاني كده انا نسيت اسمها ايه اللي شبه المسمار دي، قرنفل، حبه صغيره قرنفل وقرفه، ماشي. وشويه التوابل دول عليها مع الكيسين. بس كده كنت بوريكم بقى العلاطه ديت. بصوا بقى بعد ما بدرت الحاجه عليها، هتجيلي بقى واحده محنكه وتقول لي ايه، امال احنا جبنا كيس البهارات ليه؟ عشان تحط لنا بهارات تانية؟ هقول لك يا اختي عشان نعزز الطعم. اديها بهارات تديك طراوه، اديها بهارات تديك طراوه. عايزين ايه؟ نعزز الطعم اهو. استنى يابا استنى، الله يخليك. ونديها ايه، ادي بقى التقليبه اللي هي، ونسيبها بقى زي ما قلت لكم. الريحه جباره، اقسم بالله الريحه فظيعه فظيعه فظيعه، ماشي. هنقلبها بقى ونسيبها بقى. حطيت زي ما قلت لكم كل حاجه، وما تنسوش حبه الزيت، وخلاص على كده وعلى الله حكايتنا. بصوا يا جماعه، اللي مش هيجرب الشاورما دي خسران، اقسم بالله خسران. على فكره هو الاضاءه مش باينه، هي باينه لونها ابيض مع ان هي لونها اصلا احمر، والطبق لونه احمر. هي بقى باينه لونها ابيض ليه؟ هي اصلا لونها احمر والله العظيم من بابريكا. اللي مش هيجربها خسران، ومش هيكسب ولا يربح في حياته. جربوها، جربوها ادوها بهارات. الريحه والله والله ما بكدب عليكم زي الزفت، لا قصدي زي العسل. اعملوا بس كده وايه، وفيري جود. بصوا بقى هنا بعد ما سويتها، انا الكميه اللي عملتها دي ما سويتهاش كلها، ايه، حطيتها في الفريزر تنفعني فيما بعد. المهم سويتها بقى برضو، حطيت حبه زيت محترمين، ونزلت بقى بالشاورما وبصلتين كده حلوين، وعشان تكتر بقى معاكي الكميه خايبه. وجبنا عيش كايزر زي ما بقول لكم، ما كانش عندنا بتاع من ده. وكان عندي شويه جبنه موتزاريلا، قلت يا بت روقي على العيال يا بت، حط لهم شويه موتزاريلا. وجبت السندوتش حطيت فيه شويه الشاورما عليه حبه الموتزاريلا، وحطيتهم في الميكروويف يسيحوا. ولو الشاورما سخنه بتحطي عليها الجبنه هتسيح، ولا هتحتاج بتاع ولا مش بتاع. بصوا بقى الصوص ده يا وعدي، لو عندكم رغيف سوري هتبشننوه في الصوص وتروحوا حاطينه في طاسه. بصوا يا اختي انا جعت، انا ممكن اقوم اضرب لي طابونه عيش. والله ام منى ما تعمل حاجه تطلع وحشه، والله تحفه التحف. جربوه على ضمانتي. هنا بقى كنت بستعرض لكم اكياس البهارات بقى. بصوا والله فيلم سينمائي. انا فيا الطمع على فكره، انا فيا الطمع ده. انا حطهم كده ماشي، لو طول بروزهم واحط صورتي جنبيهم والله ما هتاخر. حاجه كده بصوا، قلبي انشرح، قلبي انشرح. بس تعرفوا يعني لما تطلبي من جوزك حاجه وبدل ما يجيب لك واحده يجيب لك 200، فيبقى الحكايه فيها ان. مهم اخواتي، اشوفكم بقى في فيديو تاني. انجوي.